الدكتور مبروك عطية واحد من الشيوخ اللي دايما بيثيروا الجدل بطريقته وتعبيراته وتصريحاته وكلامه، وكمان بسبب الأسئلة اللي بتجيله. واحدة من أغرب الأسئلة اللي جات للدكتور مبروك عطية في تاريخ برنامجه التلفزيوني هي جات له من فتاة جامعية سألته عن موقفها قبل أسابيع قليلة جدا من جوازها. البنت اتصلت بالدكتور مبروك عطية وقالت له: يا دكتور، أنا غلطت مع أحد الشباب وأنا دلوقتي مش بنت بنوت، والمشكلة إن فرحي قريب جدا وخايفة الفضيحة تتعرف. أعمل إيه؟ انجدني يا دكتور. البنت قالت نصا: أنا غلطت مع شاب وفرحي كمان كام شهر، وأنا دلوقتي يا دكتور مش عذراء ومخبية عن كل اللي حواليا، وأنا خايفة الموضوع يتكشف لما أتجوز. هل أعترف لخطيبي من دلوقتي ولا لأ؟ الدكتور مبروك عطية رد على البنت بطريقة غريبة جدا. قال لها ان لو تم الاعتراف بهذا الذنب للخاطب فان الجوازة دي مش هتتم، وبالتالي امر البنت هيتفضح قدام الناس كلها. الدكتور مبروك نصح البنت بانها تتوب لربنا وتعد ربنا انها مش هترجع للذنوب دي طوال حياتها بعد كده. وقال كمان ان لما هي تعمل كده ده لا اسمه خداع ولا غش ولا تدليس، وقال لانه لو اشترط البكارة في الزواج وظهرت غير ذلك هيفسخ العقد، وقال انه لا يوجد احد يشترط البكارة في عقد الجواز. لكن رغم كده قال برضو الدكتور مبروك ان لا يجوز الاستهانة بأمر البكارة، وقال ان دي يعتبر الختمة بتاع ربنا. وفي معرض رده على سؤال البنت قال الدكتور مبروك ان الفضائح محرمة، واستشهد بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المهاجرون. وقال ان الفضائح نوع من انواع المجاهرة بالمعاصي.